جريمة منظمة منتشرة في العالم كله تصل قيمتها لمليار و900 مليون دولار في سنة 2024. لو انت لابس ساعة في ايدك والساعة دي من نوع السبمارينر او GMT ماستر 2 وكنت ماشي بيها، فانت بالمعنى ده ماسك يافطة على ايدك مكتوب عليها اسرقني. اهلا بيك في فيديو جديد. انا معتز وبحب الساعات وحبيت ان انا اعمل محتوى عن الساعات بكل تفاصيله. تعال معايا ونتكلم على موضوع النهارده واللي هو سرقه الساعات في العالم. تعال نبدا الفيديو. يوم من الايام انت في باريس قاعد في كافيه بتشرب المشروب بتاعك وبتاكل الكرواسون، وجالك الويتر مع المشروب التاني بتاعك اللي انت طلبته، وفجاه المشروب بيقع عليك بالغلط. فالويتر من الموقف اللي حصل وطى علشان يبين انه بيصلح غلط من غلطاته، وفجاه تبص على ايدك تلاقي الساعه بتاعتك اختفت في لحظة إلا لحظة، وتبص حواليك تلاقي الجرسون اختفى تماما. مبروك، انت بقيت ضحية لضحايا عصابات الساعات، ودول عصابات منظمة بيدوروا على الناس اللي لابسة ساعات فخمة وبيسرقوهم في ثواني في كل حتة في العالم. وسوق الجريمة بتاع الساعات ده لوحده في 2024 مقدر بقيمة مليار و900 مليون دولار. انت متخيل الرقم قد ايه في سرقة ساعات بس؟ في الفيديو ده انا هكلمك عن السرقات والعصابات الخطيرة دي بتفاصيل، وهقول لك على شويه تريكات ازاي تسافر بالساعه اللي بتحبها بامان ومن غير ما يكون عندك اي قلق خالص بالنسبه للموضوع ده. عندنا ساعات كتير فخمه زي الاي بي، ريتشارد ميل، باتيك فيليب، بس في الشارع بالذات رولكس هي تتصدر المشهد، او ممكن نقدر نقول هي الذهب بتاع الحراميه او العصابات اللي بيسرق. طب ليه؟ لان ساعه رولكس الكل بيعرفها من اول نظره، اي حد يقدر يحدد او يميز ساعه رولكس. كل الناس او معظم الناس عارفه ان ساعه رولكس هي ساعه غاليه وقيمه، وساعات الرولكس في السوق بتتباع بسرعه جدا، والرولكس منتشره كتير مع الاشخاص، يعني ممكن تلاقيها في اي مكان وفي اي وقت. فالسيناريو ببساطه بيكون عباره عن ايه؟ ولد عنده 13 او 14 سنه بيشوف شخص معاه ساعه رولكس في ايده. اول ما الولد يلاحظ ان الشخص ده معاه الساعه رولكس بيرفع التليفون، بيعمل مكالمه، بيجوا له اتنين على موتوسيكل او سكوتر وبيسرقوا الشخص اللي معاه الساعه رولكس ده قبل ما يستوعب حصل ايه. حدد الهدف، اسرق، بيع، وقسم الفلوس. من وجهة نظر الحرام، انا اتفرجت على شوية مقاطع على النت، الوجهة نظر من ناحية الشخص اللي بيسرق الساعات دي خطيرة جدا. لان اصلا اول حاجه الشخص ده ما بيأنبش ضميره خالص وبيحس ان هو بيعمل حاجه صح، لان عنده مبدأ لو انا هسرق ساعه رولكس من شخص ما، فالشخص ده اكيد هو عنده ساعات غير الرولكس دي كتير، لان هو شخص غني فلابس الساعه دي، فمش هتفرق معاه الساعه اللي اتسرقت. ولما سالوا الشخص اللي بيسرق ساعات الرولكس دي قال له انت ضميرك بيأنبكاش لما بتعمل كده؟ فقال لهم اللعبه دي ملهاش قوانين. I noticed that he was wearing a Rolex. I followed him for a couple minutes and then he went onto a back road. I don't feel as bad because he's a well-off celebrity. He's probably got 10 more in the safe. وبعضهم مقتنع ان سرقة الساعات دي احسن بكتير من تجارة المخدرات، لان هي ما فيهاش خطر، سريعة ومتداولة في السوق، تقدر تبيعها بسرعة. خليني اديك مثال ترتيب العصابات ازاي مترتب. كان في واحد ماشي الصبح هو ومراته، طلع عليه واحد فجأة بسكينة ورفعها عليه علشان ياخد منه الساعة ويهدده. المشكلة هنا مش في التهديد ولا في الساعة، المشكلة ان الساعة كانت متغطية تحت ايد الجاكيت، يعني مش باينة. فلو سألنا نفسينا هو ازاي عرف ان في ساعة تحت ايد الجاكيت، هنا نقدر نعرف ان الشخص ده متراقب من اول اليوم، علشان كده عرفنا ان معاه ساعة، وكانوا مخططين ان هم يطلعوا في اللحظة دي في الوقت ده علشان يقدروا ياخدوا منه الساعة. Out and smashes me another person, showing me a 15-inch machete. I think the first guy shouts, "Give me your watch." فالمجال في السرقة دي مش عشوائية، دي محسوبة خطوة خطوة. البيزنس اللي بيعمله العصابات من ورا الساعات دي، وهنا نبدأ الجد. العصابات دول مش مبتدئين خالص، العصابات دول محترفين لدرجة انت ممكن ما تتخيلهاش. يعني مثلا عندهم سبوترز، رانرز، وبايرز، وريسيلرز، ودول اللي هم بيراقبوا وبينفذوا وبيشتروا وبيبيعوا. وكمان فوق كل ده في مدربين، يعني واحد من المدربين كان بيقول لهم ازاي يتحركوا ويمشوا فين ويهربوا منين. العصابات دي مش في لندن بس، برضه موجودة في إيطاليا، في شيكاغو، في نيويورك، في لوس أنجلوس، وفي باريس وبرشلونة.
والاسماء زي رولكس ريبرز في لندن ورولكس جانج في جوهانسبرج وعصابات تانية كتير في امريكا من غير اسماء. في بعض من العصابات دي وصل لدرجه انه بياخد السرقه عباره عن اوردر. تعال اقول لك ايه السيناريو اللي بيحصل. يعني ببساطه ممكن يجي لك تليفون: الو عايز رولكس، طب ابعت صورتها، الشبكه تحدد مكان الساعه، يسرقوا الشخص وتجيلك الساعه. العصابه كلها عامله زي شركه صغيره زي ستارت اب كده. بتصل بيهم بقول لهم الو انا عايز الساعه رولكس مثلا، يطلبوا مني صوره الساعه، لو امكن ابعت لهم صوره الساعه، وبعد ما ينفذوا العمليه كلها الفلوس بتاعت العمليه بتتقسم على العصابه كلها. في سنه 2023 في لندن اتسرق بس اكتر من 9 مليون دولار ساعات. متخيل؟ ده من غير نيويورك ولا باريس ولا برشلونه ولا لوس انجلوس، فلو جمعنا دول كلهم مع بعض هيحصل ايرور في الرقم اللي هنقوله. بعض العصابات بتدور على الساعات اللي قيمتها غاليه سوقيا يعني فوق ال $100,000، وبعض العصابات بتدور على نوع معين من الساعات اللي تسرقها، طبعا على حسب الاوردر. ومعروف دايما ان رولكس في سوق العصابات هي الاولى في الليسته. في الحقيقه ان السوق دلوقتي في ريسيلرز شغالين دايركت مع العصابات دي، يعني بتروح مثلا تدفع لهم 500 ل $1000 وواحد بيروح يسرق له الساعه دي، وهو بياخد الساعه بيبيعها في السوق بتاعه من 10 ل $20,000، فالمكسب بتاعه خرافي، فمكسب مغري. ما يعملش الحركه دي ليه؟ طب نعمل ايه؟ في ناس بتقول لك خليك في الامان وسيب الساعه بتاعتك في البيت وما تلبسهاش. بس هل اصلا الساعه اتعملت عشان اسيبها في البيت؟ مش منطقي. بس برضه لازم نكون عقلانيين وما نحطش نفسنا في الخطر بايدينا. طب برضه نعمل ايه؟ عندك 3 خيارات. اول حاجه يا اما تتجاهل الموضوع وتسيبها ماشيه زي ما هي، الله اعلم ايه اللي هيحصل، يا اما تسيب كل الساعات بتاعتك في البيت وما تلبسهاش غير في المناسبات المهمه، او يا اما تكون ذكي كفايه وتاخد قرار على حسب كل موقف هيحصل معاك، وما نعرفش الموقف اللي هيحصل لك هيكون عباره عن ايه. طب لو انت مسافر بالساعه الغاليه بتاعتك ورايح منطقه، نفكر ازاي لو انت مسافر بيها علشان ما تقعدش تقلق كتير وانت معاك الساعه بتاعتك. اول حاجه تفكر في المكان اللي انت رايحه. يعني مثلا عندنا في فرق ما بين لندن وطوكيو. في لندن بيسرقوا الساعه من الشوارع، في طوكيو بيسرقوا الساعه من المحلات، فعشان كده مهم تقرا عن المدينه اللي انت رايحها وتفهم المكان بالظبط. تاني حاجه الاقامه. هل انت مأجر مكان من Airbnb في حته مقطوعه، ولا مأجر فندق 5 نجوم وسط البلد في الزحمه والزخم، او يا اما رحت قعدت عند صاحبك واثق فيه فالدنيا امان ما فيهاش مشكله. تالت حاجه انت اصلا رايح المهمه دي ليه؟ هل انت رايح شغل، رحله، ولا تقعد على البحر او تتمشى او تغير جو؟ على حسب كل موقف من دول لازم تحدده، ولازم تدرس انت رايح فين وازاي وايه التوقعات اللي ممكن تحصل علشان تحط نفسك امان. دراسه وتحليل للي انت رايح له، ما نقدرش نتوقع يحصل ايه. اللي نتعلمه من كل ده ان رولكس ما بقتش ساعه فخمه بس، ورولكس بقت خطر على ايدك وهدف بالنسبه للعصابات. سواء كنت لابس اي نوع من ساعات الرولكس، وبالذات لو لابس حاجه فخمه زي السبمارينر او الGMT ماستر 2، فدي بتزود الخطر عليك، لان انت في الحاله دي بتكون ماسك يافطه في ايدك مكتوب عليها اسرقني للعصابات اللي موجودين حواليك. طبعا الموضوع ده بيحصل لان العصابه اللي حواليك رسمه في دماغها ان الشخص ده غني فمعاه فلوس، فمش فارقه معاه ان لو الساعه دي اتسرقت منه. فالموضوع بسيط. اي نعم رولكس برستيج، ولكن ممكن يشكل خطر حقيقي عليك. فلو انت بتحب الساعات الفخمه خليك واعي، وخد بالك ما تستعرضش في المكان الغلط. لو انت بتحب الاستعراض وفكر كويس، الوقت غالي بس الساعه الغلط في الوقت الغلط ممكن تكلفك كل حاجه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو محتوى الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وتفعل الجرس علشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديو اللي هينزل جديد، وما تنساش تعمل اشتراك علشان تشجعنا، وقول لي ايه رايك. هل ممكن تاخد معاك الساعه الفخمه في اي مكان، ولا هتشيلها للمناسبات المهمه بس؟ اشوفك الفيديو الجاي. سلام.